انت مش لازم تتغيري عشان تكوني شخص احسن، مش لازم تغيري من شكلك تماما، ولا تغيري من طريقتك، ولا تغيري من شخصيتك بشكل كامل وتضغطي على نفسك بمية ألف حاجة في لستة طويلة عريضة عشان بتدوري فيها على عيوبك عشان تصلحيها عشان تبقي أحسن. قيمة كل امرئ فيما يحسنه، علي بن أبي طالب. لو إحنا دورنا على الحاجات القوية اللي فيكي، الحلوة اللي فيكي، اللي أصلا موجودة في طبعك، انت مثلا شخص بشوش، انت شخص جد وبتركزي وبتدقيقة، انت شخص ملتزم، انت شخص طموح، دوري على مميزاتك، دوري على نقاط القوة وابدأي بقى بروزيها، جمليها، قويها، كبريها. لو انا اتعاملت بالمبدأ دوت في حياتي هيبقى عندي حاجات كتيرة مصادر قوة، هيبقى عندي حاجات كتيرة قوي في مميزات شخصيتي، حتى لو في مهاراتي. لو انت شخص شاطر في المطبخ، قوي الموضوع دوت وتعلمي حاجات جديدة وطوري من نفسك. لو انت شخص بيعرف يرسم، طوري من نفسك وتعلمي مهارة جديدة، وهكذا. سواء في شخصيتك او في مهاراتك، انت مش محتاجة تدوري على حاجة جديدة، ومش محتاجة تتغيري تماما. 80% من النتائج بتيجي من 20% من المجهود اللي انا بعمله. فلو ركزت ان ال 20% دول يبقوا من نقاط القوة بتاعتي، اكيد هيفرق معايا كتير جدا في شكلي وفي شخصيتي وفي ثقتي بنفسي. مش لازم تتغيري 100%، انت ممكن تغيري 20% بس او تقوي 20% بس، وانت هتلاحظي ان الناس شايفاكي بشكل احسن، وانت كمان شايفه نفسك بشكل احسن واقوى. وكل ما نقاط القوه كبرت، كل ما نقاط الضعف بدات تصغر وما تبانش. ربنا معاكي، ربنا يوفقك.